السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي الأهلاوي. طبعا احنا شفنا ماتش الأهلي وبتروجيت وكلنا أكيد شفناه، وكل الأهلاوي تابع الماتش، وخصوصا إن هو أول مباراة للكابتن عماد النحاس. فأنت قبل أي حاجة له رأيك في المباراة ووجهة نظرك في الكابتن عماد النحاس، وهل فعلا المباراة كانت حلوة ولا لأ، وماشية بدأ كويس ولا لأ؟ وما تنساش طبعا تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك أو على اليوتيوب. أنت بقالك كام ماتش ما شفتش النادي الأهلي بيسجل في الشوط الأول؟ في الشوط الاول بالذات، مش هقولك بقى من بدايه المباراه، في الشوط الاول كتير من بدايه الموسم. بقالك قد ايه ما شفتش النادي الاهلي بيسجل في اول ربع ساعه؟ مش واحد، يسجل اتنين، سجلنا جونين في اول ربع ساعه. بقالك اكتر من موسم على هذا الحال ما شفتش النادي الاهلي بيسجل. بقالك قد ايه ما شفتش النادي الاهلي بيعمل تبديله بدري، وتبديله فعلا بتنزل تاثر. بقالك كتير. بقالك قد ايه ما شفتش اللعيبه فعلا نازله عندها حماس وعندها شغف وبتضيع، لا بتضيع بدل الفرصه اتنين وتلاته واربعه وعشره. كتير. بقالك قد ايه ما شفتش وسام بيسجل. كتير. عمرو السولية اللي كان قاعد على الدكه طول الموسم نزل النهارده وجاب جون، وزي ما اكون بيقول انا موجود يا جدعان، معادوني دكه ليه؟ قفشه اللي نزل النهارده عايز يثبت نفسه. الماتش اللي فات برضه اخر 5 دقايق عايز يثبت نفسه. وسام بقاله فتره مسجلش، سجل النهارده. بن شرقي النهارده برضه لوم الحظ مضيع له 3 4 تجوان، واحده في العارضه وواحده في ايد الجون، وغيرهم. فالنادي الاهلي النهارده شكله حلو. اكتر حاجه اللي بسطتنا اساسا من قبل المباراه، من ساعه لما القايمه اعلنت حاجتين: ان علي معلول رجع، والحاجه التانيه انت اكيد ممكن ما تكونش معايا فيها، ان هو السبع اكرم توفيق. خلاص انت راجل مش معايا. وده اللي المفروض كان يحصل من زمان، من ساعه لما اكرم توفيق قال انا مش قاعد وانا ماشي ومش مكمل معاكم وهروح اخر الموسم للشمال القطري، همشي في نهايه الموسم. من المفروض كان يحصل كده من الاول. واحد يقول لي ما كناش محتاجينه. اكرم توفيق كان لازم يطلع بره السكور خالص، وده اللي حصل فعلا. كابتن عماد النحاس، انت راجل مش معايا فمش انتش موجود، خلاص. ده الصح واللي بسطنا اكتر من كابتن عماد النحاس، اللي انا قلت لك ان كابتن عماد النحاس عنده شخصيه، وهيقدر يسيطر على اللعيبه، وهيفرض سيطرته على اللعيبه. والنهارده ده حصل. النهارده بن شرقي بيطلع في الدقيقه 62 تقريبا، يعني الراجل طلع ما اتكلمش، طلع يسلم هوب هوب جبنا الجون. خلاص الراجل فرحان ومبسوط اساسا ان احنا جبنا الجون، ولا قاعد بقى اتعذرن ولا زعق ولا عمل. الراجل تمام. جراديشار النهارده بينزل اول لمسه، عملنا الدقيقه في الدقيقه 61 الدقيقه 62 تقريبا، نزل جاب جون خلص على طول. بقالك قد ايه ما شفتش الكلام ده؟ بقالك قد ايه ما شفتش النادي الاهلي ضاغط اساسا من اول الماتش؟ ضاغط من اول الماتش وعنده عايز يكسب. اللاعب عايزه تثبت نفسها. لا، اللاعب تقول لك انا اهو نقطه بس مختلفه. كهربا الراجل اللي كان معانا ما فيش بجنيه كوره، راح الدوري الليبي بقى النجم، بقى كريستيانو هناك. واحد يقول لي الدوري الليبي يا معوز تمام، اقل من الدوري المصري كتير، بس الراجل هداف الدوري هناك تقريبا. كان في مشكله في المدرب، في حاجه اللعبه مش عارف، ما كانتش لها نفس تلعب. النهارده الشحات بيأدي كويس، بن شرقي النهارده بدأ يرجع يمسك فورمه، وسام بدأ يسجل وبدأ يخش، والنهارده بيصالح الجمهور وبيلبس التيشيرت. المهم النهارده سجل جون رابع بس الكوره ما اتحسبتش. فاحنا تمام، يعني الاهلي لحد الان تمام. كابتن عماد النحاس اللي انا من وجهة نظري اللي انا شايفها، هو راجل مية مية لحد الآن. طبعا لسه 3 4 أيام، لسه بصمته ما بانتش على الفرقة. الماتش الجاي أكيد الأداء هيبقى أحسن، اللعبة هتبقى أداءها أحسن، اللعبة تفهم بعض، هيفهموا الطريقة الجديدة. اللي لو في جمل جديدة مثلا كابتن عماد النحاس هيحفظها لهم، هينسجموا مع بعض. فنشوف ان شاء الله الماتش الجاي. فده من وجهة نظري. قول لي انت برضو زي ما قلت لك، قول لي وجهة نظرك ورأيك والنتيجة. سيبك من النتيجة ان احنا دخل فينا جونين اخطاء فردية، سيبك من كل ده. احنا كسبنا وادائنا كان كويس واللعبه كانت كويسه. قول لي انت رايك في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.